عملنا لكم بقى سلسله جديده اسمها الحقيقه والسراب، دي تقول الحلقات السلسله، وهبدأ لكم بقى من محل جمبريسكا. وانا بقلب كده لقيت الشوربه شكلها عنده موت زي ما انتم شايفين كده، حاجه تفتح النفس والجو ساقع، فقلت اروح بقى اجرب من عندهم. واول ما دخلت كانت المفاجاه، ويا ريتني ما دخلت. ببص كده لقيت لك الشوربه اللي عاملينها عامله بالظبط كده اكنك بتاكل بشاميل. ورشح المحل دوت لكل الناس اللي بتحب تاكل البشاميل في المعلقه، في ناس كتيره بتحب تاكل البشاميل بالمعلقه، وبصراحه الشوربه ما كانتش مشكله احسن حاجه. ونخش بقى على تاني حاجه، طبق مشكل ميكس، السعر ب 150 جنيه من غير الضرايب. واول حاجه بدات بقى الرز، والرز من عندهم كان مجلد جدا بطريقه فظيعه. الرز ده بقى مش معجن، لا ده مجلد حرفيا، تحس ان هو بقى له يومين 3 ايام بايت. ونخش بقى على تاني حاجه دوقتها من عندهم، السمك الفيليه. والسمك الفيليه عندهم كان تحفه في قمه الروعه بصراحه. والجمبري عندهم كان صغير وكان شارب زيت بطريقه فظيعه. واكتر حاجه كانت كتيره في الطبق دوت الزيت، كل حاجه كانت شاربه زيت بطريقه فظيعه. ممكن يكون بقى عشان انا كنت في اخر اليوم، الله اعلى واعلم. والسبيت عندهم كانوا عاملينه رفيع بطريقه فظيعه، وكان رفيع جدا وكان شارب كميه زيت كبيره جدا، فانا ما حسيتش اصلا بطعم السبيت. لك ان تتخيل بقى ان صوابع الكابوريا المجمده ديت عجبتني بعد السمك الفيليه احسن من الجمبري واحسن من السبيت. تعال بقى اقول لك في اخر الفيديو بقى الصوره اللي شفناها دي حقيقه ولا سراب. لا الصوره اللي احنا شفناها دي طلعت سراب خالص.